لو انت بقى من الناس اللي بتخاف تعمل الحمام اللي يفرقع منها كده وهو بيتسلق، او يطلع الرز معجن كده هوت من جوه، الفيديو دوت يبقى ليكي. النهارده هنعمله بابسط واسهل طريقه، وهيطلع معاكي بالجمال اللي انت شايفاه ده كده هوت، من غير ما يفرقع معاكي، ومن غير كمان ما نخيطه ولا نحط له خله ولا اي حاجه. بابسط واسهل طريقه، بشويه كده تريكات، هتعملي احلى حمام سهل وسريع كده هوت، وهيطلع معاكي جميل وطعمه بجد روعه. اهم حاجه بقى كده الفيديو دوت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك. لو انت لسه اول مره تشوفي قناتي، يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا قد ايه الرز مفلفل كده هوت، ومش لازق في بعض ولا معجن ولا حاجه. يلا كده هوت نبدا بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عايزه اقول لكم انا بجد كنت مكسله ان انا اصور، وبعدين رجعت بعد ما حطيت البصل على النار كده هوت، حطيت بصلايه وسط مع معلقه سمنه كده هوت او معلقتين سمنه. وبعد كده هوت ايه، يا دوبك شوحتهم كده، نزلت عليهم بالكبد والقوانص بتوع الحمام. وبعد كده هبدا انزل بالبهارات اللي هي فلفل اسمر وملح وشويه كده من القرفه الناعمه، وشويه كده من البهارات المشكله، يعني اي بهارات انت بتحبيها حطيها. كان عندي كمان حبهان مطحون، حطيت منه حبه. بعد كده بقى نزلت بالرز على كل حمامه معلقتين كده، 2 بالظبط من بتاعه الاكل رز. الميه يا دوبك كده هتغطيه، مش هحط الميه فوق منه كده هوت بصبع ولا حاجه، عشان خاطر احنا مش عايزينه يستوي على الاخر. الحمام طبعا معانا مغسول ومتنضف كويس، والرقبه كده اللي يعني ايه مش مقطوعه، متنضفه من جوه كويس ومش مقطوعه. بصوا الرز معانا هنا هوت ايه، يعني مستوي كده ايه، نص تسويه. همسك بقى كده الحمامه كده، هضغط عليها كده اهوت، وبعد كده هبدا افرغ كده ما بين الجلد وما بين اللحمه، عشان ايه، نحشي كده جوه منه شويه. هي في حماميه كده اهوت منهم من عند الرقبه كانت مفتوحه، وحماميه كمان كانت مفتوحه من عند الصدر، بس مش مشكله احنا هنتصرف. المهم ان انا ايه، بفتح كده الحمامه زي ما انتم شايفين، وبخلي الجناحه كده اهوت تبقى من ورا، بكتف الجناح كده اهوت ايه من ورا بصبعك كده بالراحه ما بين الجلد وما بين اللحم. إيه، هيتفتح معاكي بكل سهوله، بس تخلي بالك كده ايه، وانت بتفتحيه بالراحه، ما تستعجليش كده عشان ما يتقطعش منك. بعد كده طبعا انا حطيت حبه رز في الطبق كده يتهووا ويبردوا، عشان ما يبقاش سخنين قوي، عشان ما يبقى سخن قوي هيخليه يفرقع معاكي بكل سهوله. بس هو لسه يعتبر، بصوا زي ما انتم شايفين لسه برضو دافي، لان انا والله عاملاه قبل الاذان ما يدن. كنا في رمضان، الفيديو دوت كان قبل الاذان ما يدن، مفيش ساعه او ساعه كده وحاجه بسيطه. يعني بجد والله ايه، كان في وقت قياسي جدا، عشان كده كنت مكسله ان انا اصور. بس رجعت قلت لا اصور ايه، بما ان كده ان الطريقه سهله. هحشيه كده اهوت، وهحط في كل واحده الكبدايه والامسيه بتاعتها من الاخر، ومن غير ما هحط خله ولا اي حاجه. بصوا الجناح هخليه لورا، وهنضفها بقى مكان ايدينا كده مكان الرز وكده، وبكتف الرجلين بتاعتها، وخلاص على كده. اعمل واحده تاني. وعلى فكره ممكن لو انت مش حابه تفتحي الصدر وتحشيه، لو انت مش حابه يبقى كميه الرز كتير فيه، يبقى احشي البطن بس بتاعته، وبرضه هيطلع معاكي جميل وكويس. والله ما بياخد وقت ولا اي حاجه. انا كنت مكسله، وكنت ناويه كمان اعمله من غير ما احشيه، قلت اسلقه كده واحمره، لان ما كانش فيه وقت. بس هف عليا بقى ان انا اعمله بالرز، انا كنت على طول بعمله بالفريك. وبص رغم ان انا اول مره اعمله بالرز، والله ما معجن مني، ولا الرز مثلا طلع في اي مشكله. بحشي بقى الرقبه كده هوت، كانك بتحشي ممبار. دخلي كده في الرقبه، ممكن تدخلي بالمعلقه كده هوت، كمان بالمعلقه حسيته ان هو ايه، اسهل. بصوا كده بدخل حرف المعلقه وبزق بصبعي كده اهو، بس برضو ما تمليهاش كده على الاخر عشان ما يفرقعش مني. بصوا بقى انا عملت كل الكميه ما شاء الله، بجد جميله جدا، يعني ما خدوش معايا وقت خالص. كنت حتى بقى حله على النار تغلي كده اهوت، وبدات انزل بالحمام كده على طول، من غير لا اكون مخيطاه ولا حاطه له اي حاجه. الميه بتغلي ونزلت بيه كده على طول، احنا عشان مش كابسين ورز. إيه، هتبصوا هيقفل كده مع نفسه، من غير ما نحط له لا خله ولا نقعد نخيط زي زمان. كنا نجيبه ابره وخيط ونقعد نخيط، بجد كانت بتبقى شغلانه. هبدا بقى احط بقى التوابل بقى كده اهوت. حطيت ملح، وحطيت ورق لوري وحبهان وبصل وطماطم، يعني زي ما بتحبش بقى كده اي شوربه بتاعتك. بصوا ما شاء الله، ولا فرقع معايا ولا حصل فيه اي حاجه، وبجد جميل جدا. هنا بقى ممكن تعرفي مثلا ان هو استوى ولا لا كده هوت ايه. بتحسي كده بايدك الرز من جوه مستوي ولا لا. تتاكدي برضو ان الحمام نفسه استوى ولا لا. تعالي كده من عند الكتف كده هوت، من فوق الجناح، بمعلقه كده هوت، اغرزيها فيه او شدي الجناح كده وشوفيه، هتعرفي بقى ان هي الحمامه استوت ولا لا. خلاص كده الحمام معايا استوى تمام. هبدا اطلعه من الشوربه، ما شاء الله بجد لا فك ولا اي حاجه حصلت فيه، زي ما انتم شايفين كده هوت.
تعالوا بقى اقول لكم بقى ازاي يطلع بقى كده لونه ذهبي وجميل كده هوت، ويبقى شكله كده هوت زي بتاع المطاعم واحسن كمان. معايا كده معلقتين كده من اللبن، واحط عليهم نص معلقه من القشطه بتاعت وش اللبن كده اهو. لو ما عندكيش ممكن تستغني عنه. واحط رشه كده من الملح ورشه كده من الفلفل الاسمر، وهقلبهم كده كويس لحد ما ادوب القشطه اللي احنا حطيناها. او ممكن لو حتى القشطه الجاهزه المعلبه، او معلقه سمنه صغيره كده اهوت. وهبدا اجيب كده كل حمامه ادهنها كده اهوت كويس من ورا ومن قدام، واحطها كده على جنب. بصوا ما شاء الله الحمام ولا مفرقع مننا ولا اي حاجه، ولا الرز طالع منه، وكمان الرز من جوه طالع مستوي وجميل ومش معجن ولا لازق في بعض ولا حاجه. خلاص كده اهوت بقى ايه، هعمله كله بالشكل ده كده اهوت. وبعد كده هنروحوا بقى على البوتاجاز. كنت بقول لكم هنا دي مفتوحه من الاول مش من التسويه. إيه هي اللي كانت مفتوحه من قبل ما احشيها حتى. في واحده برضو كانت مفتوحه من عند الرقبه من قبل ما احشيها، هي كانت جايه لي كده اهوت من عند الراجل. خلاص بعد ما دهنتهم كويس هبدا كده اعيد عليهم كده اهوت من على الوش كده دهنه كمان تاني بسيطه، لان هما سخنين وكل ده بقى بيسخن كده ايه بيسيح بينزل من عليه. هنا بقى انا هحمرهم عادي في زيت مش في سمنه. طبعا مش هنحمره بقى نحطه سمنه قد كده ونحمر فيه، هو في الزيت بيتحمر بيبقى جميل. بحطهم بقى كده في الزيت وبقعد اقلبهم كده على كل جنب شويه لحد ما ياخدوا معايا اللون الذهبي الجميل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بجد مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده، ولا خد معانا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. طبعا الحمام بقى ده كده ملك العزومات كده هوت، وبجد والله العظيم عملته الكل بقى يقول لي على جماله. بصوا بقى اللون الذهبي الجميل، بصوا عامل ازاي ما شاء الله بجد جميل جدا، من غير بقى تعب ولا مجهود ولا فرقع معانا ولا حصل فيه اي مشكله. عايزاكم بقى كده لو وصلتوا معايا لحد هنا تكتبوا لي كده رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في الطريقه. بصوا الحمامه دي اللي كانت الرقبه بتاعتها مفتوحه من الاول، ما حشتش الرقبه بتاعتها. خلاص كده بقى انا حمرته بالشكل دوت. هطلعه بقى كده واقدمه معاكم واوريكم كمان من جوه بجد عامل ازاي. بصوا الشكل بيتكلم عن نفسه بجد، حاجه كده بجد يعني تشرفك كده هوت في لو سواء في عزومه او حتى لو عاملاه لبيتك ولاولادك، بجد حاجه كده جميله جدا. لو انت بقى بتكسلي تعمليه او بتخافي تعمليه او بتستصعبي وبتقولي ده هياخد مني وقت وبهدله ولسه هجيب الابره والخيط واقعد اخيط ولا الخله، لا اديكوا شفتوا الطريقه سهله من غير ما نعمل اي تعب ولا مجهود، من غير تعقيدات خالص. طالع معانا حمام زي الفل واحلى من الجاهز بألف مره. بتمنى يا رب ان الفيديو ده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ولو استفدتي بقى من الفيديو دوت ما تبخليش عليا بلايك، لان انتوا ليكوا فتره بخلانين عليا باللايك جامد جدا. بصوا قد ايه الرز من جوه مفرفر كده هوت وجميل ومش لازق في بعضه ولا حاجه. هوريكم كده حتى على المعلقه بصوا عامل ازاي ما شاء الله بجد حلو جدا وريحته وطعمه تحفه. بقى ما تبخلوش عليا باللايك، ولو انت لسه ما اشتركتيش في القناه طبعا يشرفني اشتراكك، وفعلي زر الجرس بتاع التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. طبعا القناه فيها بقى وصفات حلويات وحاجات حادقه وحاجات حلوه وحاجات كتير. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم باذن الله في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.